السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله انا كنت ناوية اعمل حلقة لتلميع الحلل والالومنيوم، فخالتي قالت لي ايه، خالتي طبعا انتوا عارفين ان هي شاطرة جدا في تلميع الحلل بتاعتها الالومنيوم. انا هوريكم الحلل بتاعتها، انا حبيت اوريكم حلل قديمة عندنا. انا ما لقيتش حلل صراحة يعني ايه اوحش من كده. دول اوحش حاجه عندي. دي اوحش حاجه وحياه ربنا، عشان بس اثبت لكم لان انا صراحه جوزي مديني وصفه كده حلوه، حبيت اجربها معاكم. وخالتي عندها وصفه تانية كانت امها بقى زمان بتعمل بيها هقول لكم عليها، هي هتقول لكم عليها دلوقتي. ايوه انا دلوقتي هوريكم الحلل بتاعت خالتي عشان ما تقولوش ايه دي الحلل بتاعتكم، تمام كده؟ بصوا خليكم معانا، احنا قاعدين في المدخل على الارض. بصوا دي حلل خالتي يا جماعه، اللي هي ايه، بصوا عامله ازاي، اقسم بالله حلل عروسه. لا والله حلوه ده حاج. والله العظيم هي بتلمعها كده، ده انا ما رضيتش افتح لكم النور، هتلاقوا الحله بتنطق تمام كده. الحلل دي اللي الصينيه بتاعتهم هم، وربنا ما بتاعتي استبري بس تمام. انا في طريقه بتاعتي انا وفي طريقه بتاعت خالتي، احنا بنتخانق من الصبح احنا الاثنين، هي تقول انا هعمل بتاعتي وانا اقول لها انا هعمل بتاعت جوزي. بتاعتي احلى ان شاء الله. طيب هي هتعمل لكم بتاعت امها على فكره، يعني اللي هي ست. فان شاء الله دي حلل خالتي، وان شاء الله ايه دي حلل الجيران حلال. بصوا هوريكم حاجه، كنكه خالتي من بره عامله ازاي اهي، بصوا بقى من جوه بصراحه وحشه. معلش عشان مش داخله فيها، معلش. الكنكه عامله ازاي، الايد دي يا جماعه استانلس، فعشان كده بتتحرق، دي مش هتتغسل. بصوا الكنكه دي بتاعتي معفنه من بره ومن جوه. انا معلش خليها عليه. انا ايه، بصوا والله انا برضو عاملاها لكم علشان ايه تشوفوها ان شاء الله بعد التنظيف. فان شاء الله هتشوفوا الكنكتين دول بعد الايه الغسيل بالطريقتين. في تحدي بينا دلوقتي، هي هتغسل بالمكون بتاعها وانا هغسل بالمكون بتاعي ان شاء الله. بينها وبين خالتها. هي قالت لي انا عايزه اوريهم الطريقه بتاعتي، اقسم بالله ده حصل. شوف الحلل بتاعتي والله ما قادره اغسلهم جامد كمان. ده حلل دي على فكره، هي بتضحك عليكم. لا والله ما يحصل فخليكم معانا ان شاء الله عشان نقول لكم على الطريقتين في تلميع الالومنيوم، وهيكونوا احسن من الفضه، هيكونوا زي الذهب واحسن كمان. خليكم معانا ان شاء الله. معانا طبقين صابون سائل، هي طبق وانا طبق تمام كده. بس الله يخليكم كبروا بخاطري وقولوا انتوا غسيلك احسن منها عشان هي هتغلبني. فدوت الطبق بتاع ايه، بتاع خالتي، وده الطبق بتاعي، ومعانا حتتين سلكه، هي حته وانا حته ماشي. ده ان شاء الله هي هتبدا تغسل بالمكون بتاعها اللي هي امها كانت بتغسل بيه على فكره، وامي كانت بتغسل بيه صدقوني. الطبق ده استانلس ومنقر من تحت، عشان كده بتحط فيه القله، فاحنا جبنا فيه الصابون. دلوقتي هنقول بسم الله، وهتوريكم هي الطريقه بتاعتها في تلميع الحلل بتاعتها لما بتكون عندها عزومه كبيره والحلل خلاص يعني ايه زي ما نقول كده طوصت من جوه، اسودت ماشي من كتر غليان الميه معرفش ايه، فبتبدا هي تلمع بيهم وهي قاعده. دلوقتي بقى هي هتوريكم الطريقه بتاعتها. بصوا يا جماعه دوت ايه بقى، دوت الفحم اللي هو بيتشوي عليه اللحمه، شويه فحم عليهم شويه حاجه تانية، هي بتحط عليهم حاجه تانية، بضيف عليهم مواد تانية. مواد تانية مضره جدا واوعوا تستخدموها بصوا من يومين امي ده الفحم دوت يعني هي جابت حته مكان شويه اللحم، وبعدين بتبدا ايه تدقها، بكسرها كده. بتبدا تدق فيها جامد عشان تنعم، وهتاخد منها شويه صغيرين خالص، بس احنا ما لقيناش اقل من كده في الفحم. هي بقى بتقول لكم دوت ايه بقى، دوت السر التاني اللي هي هتزوده على الفحم، التراب، السكن او التراب اللي احنا شاويين بيه اللحمه. دوت فحم على خشب على فحم كتير، فتمام بس محروق وناعم. دوت بتحط منه شويه على الفحم اللي هناك. تمام، شويه صغيرين خالص، وهتشوفوا المواعين بتاعتها او الالومنيوم بتاعتها هتكون عامله ازاي. بصوا هي اخدت منهم شويه الناعمين على فكره. دوت علاج دوت فحم برضو، فحم بس كان محروق قبل كده، محروق تحت اللحمه، شويه اللحمه يعني. وهتقلبهم في بعض، وهتبدا تغسل معاكم المواعين. هنطلع الخرطوم ونسحب في الحنفيه علشان ايه نبدا اول تحدي بين انا وخالتي في غسيل المواعين ان شاء الله. يا رب ما تكسفني معايا ان شاء الله، ربنا معايا ان شاء الله واول حاجه هنقول بسم الله. جبنا شويه ميه صغيرين في حله، خالتي اخدت الحله دي والكنكه بتاعتنا، قالت دول انا هلمعهم عشان انا ايدي وجعاني، فمش هقدر المع اكتر من كده دلوقتي. تمام، اخده برد باين في العظم، فهي قالت انا هلمع حله وكنكه، وانت لمعي الحله الثانيه والصينيه دي
والكنكه بتاعتهم، عشان الكنكه بتاعتهم ضيقه شويه على ايديها، فانا هحاول ان انا ادخل ايدي برضو ان شاء الله فيها. وايه ودلوقتي هتشوفوا بقى خالتي هتعمل ايه. بصوا بقى، احنا جبنا شويه ميه دي، بس خالتي قالت انا ايه حلم يعني هتبل السلكه منها ساعه اما نيجي ننضف الحلل بعد الغسيل. هنطلع الخرطوم ونوريكم الحلل ان شاء الله في الاخر. خليكم معانا لغايه بس ما خالتي تيجي. يلا. واول حاجه هي بتقول لكم قولي كده انت هتعملي ايه؟ الصابون مع السكن ده كده الفحم. على الفحم، على شويه الفحم المحروق اللي هو كان في الشاليه. السكن التاني ده. وهتقلبهم كويس ان شاء الله. ننزل بيهم ان شاء الله. هتكب عليهم شويه ميه بس عشان تتقلهم، بس عشان يفكوهم من بعضهم بس كده. بسم الله. دلوقتي هتحط في الحله مخلي تكب شويه ميه. بصوا الحله من ورا عامله ازاي. انا يعني صراحه يلا مكسوفه منها يعني. مكسوفه من نفسي. هي بتقعد تدعك كده في الحله فتره، يعني حوالي دقيقتين 3 مش كتير، لان الفحم صراحه بيخلي الالومنيوم زي الذهب. اللي خايف على ايده ان هي تتعاص يحط جوانتي. انا لسه طبعا ما قلتلكوش على المكون بتاعي، انا لسه هقول لكم عليه ساعه البدايه، وبعدين انا ممكن اهرب من المسابقه اصلا ما كملش فيها. لا ده الفحم ما بيعملش اي شيء ولا بيوجع اليدين ولا اي حاجه خالص. انه ليه ده هو سكن بتاع اللحمه، وعادي كنا بنغسل بيه زمان. يعني الامهات كانت تملنا كانوا غلابه زمان. والله عود عفش من بتاع الرز ده ولا يعني، وناخد ونقعد كده عند الطرمبه ونخلي المواعين تلاضي. ودلوقتي بصوا اهي خالتي لسه خالتي دخلت على الحله من ورا، شغاله في الحله لسه. والله لسه ما كملناش دقيقه. ده انا بس دخلت بس اجيب الخرطوم من جوه علشان نشطف بيهم الحلل قدامكم. بس كده، والحله دي كده خلاص خلصت. هنسيبها في جنب كده ان شاء الله، ونعمل الكنكه بقى. ودلوقتي بقى خالتي بتعمل في الكنكه بتاعتها. الكنكه بتاعتي بس هي اخدتها في المسابقه دي. وانا هاخد الكنكه بتاعتهم هي عشان نضيفه. انا عشان نضيفه والله في اختارتها يعني. انا ملمعاها بس مش ايدي مش داخله فيها، بس عشان هي نظيفه فخدتها. شوفي بقى بتاعتنا ما شاء الله عليها. لا ما شاء الله ونص وتنزل طلع السبق هي. ان شاء الله تبقى احسن من الكنكه بتاعتنا ان شاء الله. مع الشغل ده تبقى 100 100، عشان ايدي داخله فيها بس. على فكره انتوا اول ما نغسل ايدينا الفحم دوت بينزل كله، ما تقلقوش من حاجه. لا يعني ما فيهوش اي شيء. الكنكه والحله كده ان شاء الله خلاص. بعد ما نشطفهم كده في الاخر نوريهم لكم ان شاء الله. لكم واحنا بنشطفهم. احنا دلوقتي هنركنهم على جنب عشان انا اشتغل بقى في في المواعين بتاعتي. انا شوف ايديا بس عامله ازاي من السكن. ادعوا لي بقى ربنا يكرمني كده ان شاء الله. ربنا ان شاء الله معايا ان شاء الله. تحدي بيني وبينها. يلا خليكم معانا لغايه بس ما اجيب الحاجه بتاعتي واظهر لكم بشكل نيو لوك جديد. بعيد عن السمار ده تظهر تاني بقى في التحدي بتاعي او الفكره بتاعتي اللي ان شاء الله هغسل بها قدامكم الحلل. بصوا الحلل بتاعتي خالتي سايبه لي الحلل عامله ازاي. بصوا الكنكه عامله ازاي اهي. كنكه من جوه استغفر الله العظيم يا رب. يلا مش مشكله. بص خالتي سابت الحلل بتاعتها ودخلت قالت انا هاخد فريده علشان انتوا تخلصوا بره. عصماء بنت اختي بتصورني وقالت انا هدخل اشطف الحلل بتاعتي وانتوا تطلعي تشطفي الحلل بتاعتي. انا معاكم عشان اوريكم بسيطه بس. انا ده الصابون بتاعي تمام. وان شاء الله هقول لكم المكون بتاعي اللي هو انا لسه بعت ضياء اشتراهم، لان انا كان عندي والله وخلص. كنت بستعمله في يوم الكفته، كنت جايبه منه اللي هو الكربوناتو يا جماعه، او البيكربوناتو الصوديوم. الكربوناتو دوت الفكره دي بتاعت جوزي، هو قال لي عليها من اسبوع، بس انا كنت مستنيه اليوم الخميس لغايه لما الاقي بنتي تيجي تخلص المدرسه عشان هي تعرف تصورني، لان خالتي ما بتعرفش تصور. وام زياد طبعا هي بتكون بتصور في الدروس مع العيال ربنا يقويها، بكون محتاجه وقت شويه في التصوير.
فايه الفكره جت كده، قلت لا انا اقوم اعملها ان شاء الله دلوقتي، عشان خالتي ايه مصممه من امبارح ان هي تعمل معايا. طيب ده شكل الحلل، وده البيكربونات الصوديوم برضو، الكربونات دوت هنحطه على الصابون وهنشتغل على طول قدامكم بامر الله. دلوقتي بقى معانا ادي الصابون وادي الكربوناتو، حوالي ب2 جنيه بس كربوناتو كده، بتحطوهم على ايه، على الصابون برضو. ما اشوف بس جوزي كده هيصدق معايا وهيشرفني في الموضوع ولا ايه. انا طبعا حطيت هنا شويه ميه، انا جايبه شويه ميه قبل ما ايه اطلع، علشان محتاجش ميه، على نفس الصينيه اللي خالتي غسلت عليها، ما رضيتش اغسلها برضو. وهنقلب كده الكربوناتو مع الصابون، وهنبدا دلوقتي ان شاء الله نشتغل قدامكم ايه في تلميع الحلل بتاعت ام الاء. بسم الله. انا هواي اطلع من المسابقه دي واخلص. هو الكربوناتو عموما عشان يعني ايه ماده كيماويه او حاجه ايه ماده كاويه، فهو ايه ما بيرغيش كتير غير اي حاجه تانية. ودلوقتي بصوا انا لسه بلمع في الكنكه من جوه، لان صراحه هي ضيقه جدا على ايدي برضو. الجو غين يا جماعه، في غيوم كتير في السما كده، فعشان كده المدخل بتاعنا ايه ضلمه كده شويه كده. الكنكه كده خلاص انا على قد ما قدرت عملت فيها. هنبدا كده المع قدامكم اخر حاجه اللي هي الصينيه بامر الله، ونبقى كده خلاص خلصنا. هنحط فيها برضو شويه كربوناتو، هتتبقى كتير يعني، وهدعك بيه الصينيه قدامكم. ودلوقتي بصوا احنا بنغسل في الصينيه كده. احنا بنحاول نجيب لكم الاضاءه والله علشان الحته بتمطر بره. بصوا يا جماعه ده حروق، ده ما بتطلعش خالص. لو حتى اقول لكم عملتوا سيحنا الالومنيوم ما بتطلعش، انما الالومنيوم نفسه انتوا هتشوفوه ان شاء الله ان شاء الله يعني بنور كده. خلاص خلصنا الصينيه ان شاء الله. دلوقتي هنجيب حله ميه بقى، هنبدا نشطف قدامكم المواعين. احنا فتحنا البوابه علشان ايه بصراحه الدنيا بتمطر والمدخل ضلمه جدا، فهنشطف قدامكم المواعين ونبدا نرص كده ورا، وفي الاخر هنوريكم كل المواعين كده مع بعض قدام بقى عند البوابه كده. وبصوا خالتي بقى ايه بتشطف كده في المواعين، وهنرص فين الصينيه هناك عند البوابه عشان ايه تشوفوها ان شاء الله، تشوفوا كل المواعين اللي احنا غسلناهم قدامكم. طبعا انا غسلت الطباق وانا قاعده بالمره. حلو كده. احنا طبعا هنوريكم في الاخر عشان انتوا تحكموا على المواعين بتاعت مين انضف من التانية. ان شاء الله بتقول ان شاء الله. الجو جايبها مطر فظيع بره. بصوا خالتي طبعا ايه بتشطف في المواعين اهي لسه، وبتحط فين على الصينيه. شكلنا كده هندخل نوريكم المواعين جوه علشان صراحه الاضاءه مش جايبه تلميع الالومنيوم كويس. بصوا ولسه بنشطف في اخر حاجه هي كده. اخر حاجه هي الحله دي كانت بتاعتي. بالله على التحدي. شوف الحلل بتاعتي بسم الله ما شاء الله. طب استني ده عشان نوريهم في الاخر. يلا لا اهي ما انا بوريهم برضو قبل في التشطيب. طبعا دي حروق يا جماعه، انا قلت لكم ان دي حروق عشان دي الحله بتاعتي اللي انا غسلاها بس. فانت بتقول عشان دي الحله اللي هي بتاعتها، فهي بتظبطها علشان ايه لما تشوفوها. بشهدكم والله كان لازق عليها فحم وصابون. لا بس عدد حله صراحه. الله وكيل كانت الاول ما تتشال. لا ده عدد فل الفل اهي. يسلم ايديكي يا حاج. بصوا بقى احنا هنوريكم بقى كل المواعين بتاعتنا دلوقتي، بس هروح عند البوابه اشوف حته كده تكون ايه. بس يعني ارفعوا في روحي شويه بالله عليكم يا شيخ. النبي ما تكسفوني مع خالتي. لا شوفوا بصي انا بصور لكم الحله اهي. يا شماتة الله زازا فيا. بس خلاص.
ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا معاكم المواعين. احنا صراحه دخلناهم في الصاله جوه علشان المدخل جو مطر، فالدنيا ايه بقت غامقه خالص، غيمت خالص. تمام. بصوا دي الحله دي بتاعت مين؟ بتاعت خالتي. بتاعت خالتي. زي ما بدأنا معاه هنبدأ تاني في الايه، في النهايه معاها. احنا من ورا يا جماعه هي ملمعاها اللي بيها كده، بس الحروق اللي فيها فل الفل اهي. انا مش هوريكم حلتي من ورا، لا عشان ايه؟ عشان هي كانت محروقه. والله العظيم الحله دي انا غسلتها اهي، انا جبتها وغسلتها. ودوت الحلل بتاعت خالتي. والله انا بغسلهم بالسكن بتاع الفحم مكان شويه اللحمه بالسلكه، ما بغسلش باي حاجه غيره. شفت الحله؟ بسم الله ما شاء الله. دي الحلل اللي احنا وريناها لكم بره قبل ما نبدا التصوير، بس هي عادت عليهم تاني. الكنكه طيب؟ ده الكنكه عدد فل، ما عادتش كنكه صراحه. بصوا الكنكه، شوفوا قلبها، شايفين انا عملت فيها ايه؟ جميل. ده كنكات انا دلوقتي بقى خالتي ايه جابت. بصوا الكنكه بتاعتي، الكنكه بتاعتي على الشمال، كنكه ام الاء على اليمين. حياه ربنا ايدي ما دخلت اكتر من كده. صوروهم كده شوفي والله لا الكربوناتو زي الفل برضو. لا بس الفحم حكايه عاد، الفحم ده بيخلي الالومنيا فل الفل اهو. طب الحلل بتاعتي راحت فين؟ هي اختفت من نظافتها حلو. الحله هي وريها لي هنا كده، هاتي لي حلتي هنا. بصوا حلتي، اللهم صل على النبي. منوره يا جماعه الحله كانت فيها عيب الدنيا والاخره. والله العيب من الحله مش من الغسيل. بصوا واد الصينيه بتاعتي انا وحياه ربنا المواعين هي اللي مفيها منقره من جوه، عشان كده احنا ايه ما عدناش بنستعملهم. تشوف الحله اللي انا غسلاها. لا يا ستي ما استني بس، ما دي كانت هتروح يعني هتتباع. تمام. هي ده كل الحاجات اللي احنا غسلناهم النهارده. يا رب الطريقتين يعجبوكوا كده، واذا عجبوكوا ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. طبعا الطريقه اللي تعجبكم واشتغلوا بيها، خليكم على الطريقه بتاعتي بالله عليكم فل الفل. بس فعلا الكربوناتو بنضف المواعين جدا، بس المواعين بتاعتنا هي اللي منقره، عشان كده احنا ما بقيناش نستخدمها خالص. الكنكه بتنور. لا ما هو الكنكه هي بتاعتي نظيفه اصلا، بتاعتنا ما كانش حلو. ماشي. الكنكه والله منوره يا جماعه. دلوقتي بقى ايه هنرص لكم المواعين كده عشان تشوفوهم في الاخر. شوف الحلل بتاعتي اللي انا بغسلها مكان الطبيخ في ثانيه بحبه السكن كده بالصابون بالسلكه بينوروا في الحوض. بس صدقوني برضو الكربوناتو دوت بينضف المواعين جدا جدا وبيلمع الذهب والمواعين والالومنيوم، بس هو علشان المواعين بتاعتنا قديمه جدا فهي كانت احنا ما بنستخدمهاش عشان هي منقره من جوه وخلاص ما بنستخدمهاش. انا جبتها بس عشان اوريكم الفكره، انما مواعين خالتي جديده، ده كل القصه واللي فيها. فان شاء الله اذا عجبتكم الفكره في الاكل في الطبيخ. لا احنا ما بنستعملش كل المواعين بتاعتنا اللي احنا غسلناها النهارده. واذا عجبتكم الفكره ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، عشان القناه ان شاء الله تكبر بيكم. وعندكم الطريقتين اللي تحبوا تعملوه اعملوه بيهم. الطريقه بتاعتي حلوه جميله والله، والاثنين ناجحين والله العظيم. الكربوناتو من الحاجات اللي بتلمع جدا، بس الكنكه هي اللي ضيقه جدا. اصل السكن احنا مش شاريينه، ده احنا شاويين عليه يعني هو فحم اصلا وخشب بالصابون والسلكه بتخلي المواعين فل ما يعني حكايه. يلا نشوفكم بخير ونسيبكم بألف خير ومع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة يا حبايبي، مع السلامة.